السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله في فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي نشغل اكواد الجافا سكريبت بره البراوزر. اول حاجه التوبيك اللي احنا هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله داونلود نوت جي اس. هنعمل داونلود للنوت جي اس وهنشغل اكواد الجافا سكريبت بره البراوزر، وهنعرف الفرق بين البراوزر والنوت. تعالوا كده اول حاجه نعمل داونلود للنوت جي اس. اول حاجه انا دخلت على كروم، كتبت داونلود نوت جي اس ودخلت على اول لينك بالشكل ده. احنا عندنا هنا يا شباب تو فيرجن من نوت جي اس. اول حاجه ال تي اس، وتاني حاجه اللي هي الكرنت. احنا المفروض مش هننزل الكرنت. ليه احنا مش هننزل الكرنت؟ عشان الكرنت هي فيها حاجات ممكن تتغير فيها، يعني بمعنى اصح هي مش ستيبل. فالافضل ان احنا ننزل الفيرجن اللي هي ال تي اس، ايا كانت الفيرجن ال تي اس هي 22 او ممكن تبقى بعدين ال تي اس تبقى هي ال 24. بس المهم ان احنا ننزل الفيرجن اللي هي ال تي اس. نضغط داونلود بالشكل ده. استنى، نوقف. بعد ما تنزل النوت جي اس عادي زي ما بنشطب اي برنامج، انا ضغط نيكست 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 فينش، وبكده النوت جي اس نزلت على الجهاز. تمام. بعد ما تنزل عندكم بالشكل ده تضغطوا بس تفتحوها وتضغطوا نيكست 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 فينش، بس كده النوت جي اس نزلت. طيب عشان نتاكد ان النوت جي اس نزلت على الجهاز هنكتب سي ام دي وندخل هنا نتاكد هل النوت فعلا نزلت ولا لا. نود داش بي كده علشان نشوف الفيرجن بتاع النود، عشان برضو نتأكد ان هي هل النود نزلت ولا لا. ظهر هنا رقم الفيرجن، ايا كان الرقم عندكم. يبقى كده يبقى كده النود جي اس المفروض ان هي نزلت. طيب خلاص، بعد ما عملنا داونلود للنود جي اس تعالوا ندخل على حاجة تانية. ايه اللي هنتكلم عليه بعد كده؟ اكتب بس نود الشكل ده. ال- اللي هو بعد ما كتبنا نود ده اسمه ايه؟ ده اسمه نود شيل او الريبل. الريبل اختصار لإيه؟ لريد ايفالويت برنت لود، أو اسمه النود شيل. تعالوا مثلا ده الشكل ده زي ما موجود هنا في البراوزر. لو هندخل هنا في البراوزر نسبكت، ندخل مثلا على الكونسول. ده الشكل برضو اللي موجود في البراوزر. لو هنكتب مثلا واحد بلس واحد اتنين، لو هنكتب مثلا أي حاجة أربعة بلس أربعة، أيا كان اللي احنا هنكتبه. ده برضو ده هو نفس الشكل. بلس واحد مثلا. هو هنا زي ما اتفقنا اسمه اسمه read evaluate print loop. أول حاجة قرأ read evaluate، جمع الاتنين، بعدين print طبع الاتنين، ولوب رجع تاني في نفس اللوب اللي هو هيبدأ من الأول. لو هنكتب مثلا 7 بلس 8 15، وهكذا. كده يا شباب، كده ده هو النوت شيل أو الريب. طيب طبعا في الريبل في شوية كوماند. لو احنا عاوزين نعرف الكوماند نستخدم الكوماند، فبنكتب دوت هيلب عشان نعرف ايه الكوماند اللي موجودة في الريبل وهنستخدمها في ايه. دوت هيلب هنا كوماند اللي هو دوت هيلب بيعرض لك كل الكوماند اللي موجودة في الريبل عشان عشان انت تستخدمها. يعني عندنا مثلا دوت بريك ودوت كلير، الاتنين تقريبا بيعملوا نفس الوظيفة. يعني لو انت كنت كتبت كود طويل بالغلط وعاوز توقفه قبل ما تتنفذ، او لو انت مثلا تهت في الريبل وعاوز توقف كود معين، فبتكتب دوت بريك او دوت كلير. تاني كومنت عندنا دوت اديتور. لو انت عاوز الريبل يفتح لك اديتور صغير كده تقدر تكتب فيه كل الاكواد اللي انت هتكتبها، بعدين بعدين تسيبه. يعني مثلا لو هنكتب دوت اديتور هيبدأ بقى console دوت لوج هلو مثلا. لو انت عايز تكتب كذا كود console دوت لوج مثلا. لو انت عاوز تكتب اكواد تحت بعض مش بالشكل ده، مش كل ما نكتب حاجة يبدأ من الاول بالشكل ده، فبتعمل دوت اديتور. دوت اديتور كده فتح لك اديتور صغيرة تكتب فيه كل الاكواد اللي انت عاوزها، وبعد كده بعد كده تتنفذ مرة واحدة. تمام. عندنا دوت اكزit لو انت عاوز تقفل الريبل. دوت اكزit لو انت هتقفل الريبل، او كنترول دي لو انت عاوز تقفل الريبل وتبدأ تدخل على هنا مش جوه النود. تمام. عندنا برضو دوت لود لو انت عندك مثلا فايل جافا سكريبت متسيب على الجهاز وعاوز تحمله على الريبل وبعدين ان هو يتنفذ جوه الريبل، فبتكتب
بتكتب دوت لود اسم الفايل اللي انت عاوزه يتنفذ جوه الريبل. عندنا الكوماند الاخير اللي هو دوت سيف. دوت سيف لو انت عاوز تسيف كل الكوماند اللي انت كتبتها، يعني احنا كتبنا كوماند 1+1 7+8، كتبنا كوماند تاني. لو انت عايز تسيف كل الكوماند اللي انت كتبتها جوه الريبل هنا في فايل، فانت بتكتب دوت سيف اسم الفايل ايه اللي انت هتسيفه فيه. تمام. لو احنا هنخرج من الريبل كنترول دي، كده ايه، كده طلعنا بره الريبل. اكيد طبعا يا شباب مش مريح ان احنا نكتب في الريبل، مش كل شويه نكتب مثلا الكود اللي احنا هنكتبه وبعدين ندخل في حاجه جديده تانية. ده مش هيبقى مريح. فاكيد احنا هنستخدم ايه، نستخدم تكست اديتور نبدا نكتب عليه الاكواد، وهو هيبقى ايه، الفيجوال ستوديو كود. نمسح الفايل ده مثلا ونبدا نكريت فايل جديد. هنا بنكريت فايل، وهنا لو هنكريت ايه، فولدر. الفايل بتاعنا هيبقى بالاكستنشن بتاعه جي اس index.js. نبدا نكتب بقى اكواد الجافا سكريبت. console.log مثلا hello node. طبعا اهم حاجه يا شباب نكون عاملين الاوتو سيف عشان اي كود يتسيف تلقائي، او لو مش عاملين الاوتو سيف نبدا ايه، ندخل على فايل ونسيف ايه الكود علشان يتبع، او كنترول اس. تمام، كتبت console دوت لوج نوت. نكتب مثلا console، او كفايه console دوت لوج نوت. هنفتح التيرمينال ونبدا نرن الكود. بنفتح التيرمينال من هنا، تيرمينال نيو تيرمينال. بنرن ازاي فايل الجافا سكريبت؟ بنكتب نود اسم الفايل، نود، هكتب اي وتاب هو هيكمل اسم الفايل. لو كان عندي مثلا اكتر من فايل بيبدأ بحرف الاي، اكتب اي وتاني حرف كده وتاب. تمام كده. طبعا ايه، هلو نود. كده رنينا اول كود لينا في النود جي اس. لو احنا مثلا هنكتب كود تاني console.log نود تاني، طبعا هلو نود وايه واتنين. تمام. طيب السؤال بقى هنا، هل كل حاجة في الجافا سكريبت كنا بنكتبها في الفرونت اند ينفع نكتبها هنا في النود جي اس؟ الإجابة لا. مش كل الأكواد اللي كنا بنكتبها في الجافا سكريبت بتاع الفرونت اند ينفع تتكتب هنا وتتنفذ زي ما هي. ليه بقى؟ عشان ببساطة الجافا سكريبت اللي بتشتغل في الفرونت اند بتتنفذ جوه البراوزر. البراوزر هو بيديك حاجات جاهزة زي الدوكيمنت والويندو والدوم عشان تتعامل مع صفحة الويب. يعني مثلا هنا لو احنا جربنا ان احنا نطبع دوكيمنت او جربنا نطبع الويندو، هنشوف ايه اللي هيظهر لنا. console.log مثلا دوكيمنت. تعالوا نرن الفايل كده. قال لي ايه؟ قال reference error document is not defined. تعالوا نستخدم كده الويندو مثلا، نشوف هيطبع لنا ايه. لو عايزين نمسح التيرمينال CLS او clear، كده ايه، بتمسح التيرمينال. تعالوا نرن هنا الزرار اللي فوق او اللي تحت، كده ايه، بيجيب لي كل الكوماند اللي كتبتها قبل كده. كده رنيت الفايل، قال لي برضو reference error window is not defined. يبقى هنا ايه، يبقى هنا مش كل حاجة كنا بنشتغل عليها في الفرونت اند ينفع ان احنا نكتب اكوادها هنا في الباك اند. ليه بقى؟ عشان النود بتستخدم الجافا سكريبت في السيرفر سايد. يعني الكود اللي بيتنفذ بيشتغل في السيرفر مش في البراوزر. يعني انا هنا console.log window ده المفروض ان هو بيشتغل في السيرفر حاليا، مش بيشتغل في البراوزر زي الفرونت اند. والنود جي اس هنا يا شباب بتجهز لك بيئة مختلفة تماما عن الفرونت اند. يعني مثلا هنا في النود جي اس بتجهز لي حاجات تانية مختلفة غير الفرونت. يعني في الفرونت بيبقى عندنا ويندو دوم، الحاجات اللي ليها علاقة بالبراوزر. لكن هنا بيبقى عندنا حاجات تانية زي مثلا الفايل سيستم، هنتكلم عليه ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. عندنا الفايل سيستم عشان نتعامل مع الملفات. عندنا مثلا ال HTTP عشان نتعامل مع السيرفرات. عندنا حاجات تانية كتير جدا ملهاش علاقة بالدوم. يعني باختصار كده الجافا سكريبت هي اللغة، بس الانفايرومنت مختلفة. يعني هنا environment النود جي اس مختلفة عن الانفايرومنت اللي بنرن عليها اكواد الجافا سكريبت في البراوزر. يعني مثلا عندنا في الفرونت اند بنستخدم حاجات مختلفة زي الويندو والدوم، وكل حاجة ليها علاقة بصفحة الويب. لكن هنا في النود بنستخدم حاجات تانية ليها علاقة بالسيرفر والاي بي ايز وكل الكلام ده. يا شباب نسرش شوية عن الويندو والدوكيمنت كده. ويندو ام دي ان. تعالوا نشوف الويندو دي ايه. هنلاقي الويندو تحت كاتيجوري اسمها ايه، الويب اي بي ايز. تعالوا نشوف الويب اي بي ايز دي. بيقول لي هنا when writing code for the web there are a large number of
ويب اي بي ايز افيلبل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندنا الويب اي بي ايز بتديني مجموعه من الادوات الجاهزه اللي بقدر استخدمها في كود الجافا سكريبت، اللي بقدر استخدمها في كودي في الجافا سكريبت عشان اقدر اتفاعل مع البراوزر. يعني كل حاجه في الويب اي بي ايز دي هي مش موجوده في الجافا سكريبت، لا هي موجوده في البراوزر، وعن طريقها بقدر استخدمها معايا في اكواد الجافا سكريبت عشان اقدر اتفاعل مع ايه، مع صفحات ال HTML او مع البراوزر. تعالوا نشوف هنا عندنا ايه. عندنا الدوكيمنت هي موجودة في تحت في الويب اي بي ايز، جوه الاي بي ايز ويب اي بي ايز، لكن لو هنرنها، لكن لو هنشوف في لغة الجافا سكريبت نفسها مش هنلاقي حاجة اصلا اسمها دوكيمنت. طيب تعالوا ننزل تاني كده. عندنا ايه؟ ال HTML DOM. الدوم برضو هي موجودة في الويب اي بي ايز، لكن هي مش في اللغة نفسها. يعني الدوم هي مش موجودة في لغة الجافا سكريبت نفسها، لا هي موجودة في الويب اي بي ايز. طيب تعالوا ننزل كده. عندنا ايه بقى؟ مثلا عندنا الستورج اي بي اي، سواء لوكال او سيشن ستورج. كل الحاجات دي كلها موجوده في ايه؟ في الويب اي بي ايز، لكن مش موجوده في اللغه نفسها. وبرده في النود جي اس عندنا برضو حاجات كتيره موجوده في النود جي اس مش موجوده في الويب اي بي ايز. زي ايه مثلا؟ زي الريكواير عن طريق الريكواير بنقدر ان احنا نستدعي ملفات او فايلات. عندنا برضو فايل سيستم موجود عندنا في النود جي اس، مش موجود في البراوزر. برضو هنا عندنا ايه؟ عندنا الكونسول، هي موجودة هنا عندنا في الويب اي بي ايز، وعندنا في النود. فين الكونسول؟ الكونسول اهي. مش معنى كده ان، يعني هو اكيد في حاجات متشابهة. يعني عندنا في الويب اي بي ايز في حاجات زي ما موجودة في النود جي اس. يعني مثلا عندنا في الكونسول موجودة في الويب اي بي ايز، هما خدوا الكونسول عملوها امبلمنت في النود جي اس وبقت تشتغل عادي. بس مش كل حاجة هنا موجودة هناك ومش كل حاجة هناك موجودة هنا. طيب تعالوا كده ناخد مقارنة سريعة بينهم. اول حاجه عندنا لغه البرمجه هي ايه؟ هي لغه الجافا سكريبت. لكن البراوزر والنود جي اس هي ما هي الا انفايرمنت بنرن عليهم اكواد الجافا سكريبت. الويندو مش موجود في لغه الجافا سكريبت، لا هو موجود في البراوزر، وبرده مش موجود عندنا في النود جي اس. والدوكيمنت برضو مش موجود في الجافا سكريبت، لكن موجود فين؟ في البراوزر، ومش موجود في النود جي اس. طيب الاف اس اللي هي فايل سيستم هي مش موجودة. الفايل سيستم دي المكتبة بتتعامل مع الملفات بتاع النظام بتاعنا. هي مش موجودة في الجافا سكريبت، ولا هي موجودة في البراوزر، لكن موجودة فين؟ في النود جي اس. طيب الاكسس دوم، نقدر الاكسس دوم مش موجودة في الجافا سكريبت، هي موجودة فين؟ في البراوزر، عن طريق في الويب اي بي اي نفسها. وبرضه مش موجودة فين؟ في النود جي اس. طيب مين اللي بيقدر يكريت سيرفر؟ الجافا سكريبت ما تقدرش تكريت سيرفر، ولا البراوزر، لكن مين اللي بيقدر؟ النود جي اس. الريكواير دي هنتعرف عليها دلوقتي في النود جي اس، هي مش موجودة لا في الجافا سكريبت ولا موجودة في البراوزر، لكن موجودة فين؟ في النود جي اس. تعالوا كده نتكلم شوية عن النود جي اس. النود جي اس زي ما اتفقنا هي معمولة بلغة الجافا سكريبت، واستخدموا فيها سي بلس بلس عشان تقدر تتعامل مع الفايل سيستم والحاجات دي. فهي معمولة بالجافا سكريبت 61%، سي بلس بلس 23، وشوية حاجات كده. تعالوا ندخل على الدوكيومنتيشن كده بتاع النود جي اس. ندخل مثلا هنلاقي هنا كل حاجة في النود جي اس. أي حاجة أنت عايز تسرش عليها أو تفهمها، دوكيومنتيشن ده أفضل ريسورس ليك. تعالوا مثلا احنا خدنا الريبل دلوقتي، تعالوا نشوفه. عندنا هنا الريبل، كل ده شرح الريبل، وشرح الدوت بريك بتعمل ايه، دوت كلير، دوت اكزit، كل حاجة بالتفاصيل. انت مش مطالب تذاكر الدوكيومنتيشن ده كله. انت مثلا بتذاكر حاجة وفي حاجة وقفت قدامك فتروح تسرش عليها في ايه؟ في الدوكيومنتيشن. ده بيبقى افضل مرجع ليك. كل ده شرح الريبل. تعالوا ندخل كده. عندنا الكونسول، آه عندنا الجلوبال اتش تي تي بي، اتش تي بي اس، الاو اس هنتكلم عليها دلوقتي، الدي ان اس. كل ده شرح ايه؟ نود جي اس. برضو في مكان كويس ممكن تذاكر منه نود جي اس، بيكون اخف شوية لير. وكل ده ايه؟ شرح النود جي اس. كل ده
command line modules، كل الكلام ده. طبعا يا شباب الدوكيومنتيشن اللي احنا فتحناه دلوقتي والجيت هاب كل الكلام ده احنا كنا بس بناخد نظرة عامة عن النود جي اس، وازاي اصلا لو قتلت في اي حاجة تروح تدخل على الدوكيومنتيشن وتبدأ ايه تسرش على الجزء اللي انت ايه عاوز تذاكره او عاوز تفهمه. طبعا كل ده احنا خدنا بس نظرة عامة في الدوكيومنتيشن، لكن كل حاجة ان شاء الله هنبدأ نشرحها بالتفصيل في الفيديوهات الجاية ان شاء الله.